اثنين تهامسوا فيما بينهم، فقالوا يا أخي بدل ما نقتسموا ثلاثة، ما رأيك يا صاحبي نقتل ذاك ويصير بيني وبينك؟ فقال له والله صراحة فكرة. فقالوا لصاحبهم تعال روح شللنا غدا ناكل جيعاني نحن. الحبيب راح وفي الطريق يفكر، قال الحين ذا لا تقاسم انا وهم ابلا ابيتهم سم وشلوا ايش حالي. فراح اخذ اكل ووضع فيه سم واتى به. طبعا لما جاء على طول باشروه ايش؟ باشروه بطعنات حتى قتلوه، وجلسوا والذهب جنبهم. خلاص مننا اثنين اسمه نصين يولك. اكلوا شويه ماتوا. فمر عيسى عليه السلام على كم؟ على 4، الأول والثلاثة الفرسان منطرحين على الأرض ودماؤهم على الأرض والذهب بجانبهم، ولذلك يقال اعبروها ولا تعمروها. يا إخوة، أعظم ما يعلق به على مثل هذه القصة هي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة: ما الفقر أخشى عليكم. أنا ما أخشاش عليكم الفقر، لأن الفقر غالبا ما يجعل الإنسان ذليل ومنكسر بين يدي الله تبارك وتعالى، وغالبا الغنى يجعل الإنسان ينسى ويتكبر ويتعالى عن طاعة الله. فقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. اليوم نتقاتل على الدنيا، نتشاتم ونتساب على الدنيا، يكره بعضنا بعض على الدنيا، ويحسد بعضنا بعض على الدنيا، ويقتل بعضنا بعض على الدنيا، مع أن الله تبارك وتعالى يخبر أن وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. والله لن تخرج من هذه الدنيا إلا بلفافة بيضاء تلف على جسدك، لن تخرج بشيء، لن تخرج بمال ولا بذهب ولا بمنصب ولا بشيء، ستدخل تلك الحفرة لوحدك، ولن يكون إلا ما قدمت من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إياك أن تغرك الدنيا، إياك أن تكذب من أجل الدنيا، إياك أن تسرق من أجل الدنيا، إياك أن تخون من أجل الدنيا، إياك أن تتعدى الحدود من أجل الدنيا، إياك أن تغضب الله تبارك وتعالى من أجل الدنيا. واعلم أيها المسلم أن هذه الدنيا دار ممر وعبور، وإنما دار مستقر. يوم يقول الله تبارك وتعالى للمؤمنين وللمتقين: جعلني الله وإياكم منهم، ادخلوها بسلام آمنين. المستقر هناك في الآخرة، أما هذه الدنيا فهي